السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أدهم من قناة أدهم جيمر. النهاردة جاي لكم بفيديو جديد وبلعب جديد من لعب النهاردة، وحارس قوي جدا، حارس جديدة طبعا بطاقة ايبك اي سي ميلان 2002-2003. طبعا كان موسم من أحسن مواسم اي سي ميلان. هو لاعب أشول أو حارس أشول يعني، 195 سنتي، 29 سنة. هو في البطاقة طبعا اوفنس، جول كيبر يعني، ده جول كيبر هجومي. لو حارس دخل عليه انفراد، لو قصدي لو مهاجم دخل عليه انفراد بيضغط عليه، مش بيستنى. يعني انت الاحسن انت تضغط على الحارس. في حراس دفاعيين يعني الاحسن انت ما تضغطش بيهم، تستنى. هم يبقى عندهم ريفلكس عالي اكتر من كده فيقدروا يصدوها. المهم عنده لونج ثرو، بنالتي سيفر، لو بانت. بس دي بتاعت اللعب. نروح تاني حاجه وهي تطوير اللعب. وتطوير اللعب مفهوش افتكاسات خالص. هو حارس يعني، مش لاعب، هو حارس واضح. هو 4 في اللي هو الجامبنج والحاجات دي، و12 في الحراسة الأولى، 12 في التانية و8 في التالتة. خلاص عشان نتأكد برضو إن مش عامل فيها حاجة، نعمل اوتو اهو. 4 12 12 8. طاقته حلوة جدا، إن هو طاقته متوازنة، بس عنده الفيزيكال ضعيف سيكا. هنقول كل ده الكلام في الرأي يعني اللاعب اللي هو دلوقتي حالا. بس ده تصوير اللاعب. نروح بقى على رأيي في اللاعب، أو رأيي في الحارس يعني. رأيي في اللاعب إن هو حارس قوي جدا، من أحسن الحراس. يعني انت لو معكش حارس اعلى منه، مثلا كاسياس او بتريتشيك الايبك، او مثلا كورتوا، او اي حارس من الحراس الاقوياء دول، او فاندر سار. ما عندكش حراس، ما اعرفش فاندر سار اتضاف في اللعبه ولا لا. المهم انت عندكش حارس من دول، بتنزل على طول جديده. هو بنبدا بايجابياته. ايجابياته جامب كويس جدا يعني، كوره ركنيه بيطلع عليها كويس، بس ما يقدرش يمسكها. انه يمسك الكوره يعني الكاتشنج عنده ضعيف. دي مشكلة عندي ده، بس مش مشكلة قوي يعني. هو يقدر يمسك كورة عادي، بس لو كورة قوية ردة فعله سريعة فهيصدها، بس مش هيقدر يمسكها. الانفرادات حلو جدا في الانفرادات، والريفلكس بتاعه عالي جدا، اللي هو ردة الفعل يعني عالية جدا. برضو الكورة العرضية بيقدر يطلعها. بس هو يعتبر يعني حارس قوي جدا، وهو اصلا يعني بلعب بيه اساسي جديد. مع ان معايا سومر نسخة البايرن اللي عامل عنها فيديو يعني بشوفه في وصف الفيديو، في وصف الفيديو ده. وده كل حاجة عن جديدة. يلا نروح على اللقطات.